يعني من اشهر النماذج اللي احتكت بعمر بن الخطاب للنموذج الهرمزان، هو قائد القوات العسكريه بتاعه الفرس. لما المسلمين قعدوا 18 شهر تقريبا محاصرين حصن اسمه تستر فارس. الحصن ده كان اعجوبه معماريه وتحصين عالي جدا، كانت حاجه تحفه يعني. ف 18 شهر محاصرين الحصن مش عارفين يتجاوزوه، 18 شهر، لغايه ما في من الاشياء التي حدثت لهم واحد رمى لهم سهم لقائد المسلمين، قرا الرساله فقال له ايه؟ قال له على فكره ان قائد الحصن يعني الراجل بيعاملنا معامله زي الزفت ومفيش عدل وظلم وبتاع، واحنا سمعنا بالعدل اللي عندكم وكده، فلو انت تعطيني عهد بان انا امن في اهلي ومالي واموالي والناس اللي معايا ادلك على عوره الحصن، في حته لو دخلتوها تعرف تخش الحصن. فالراجل بعت له نفس الحته اللي اترمى منها السهم، بعت له سهم قال له ان هو ايه؟ لك هذا العهد انك لو دللتني. فقال له لا بص شويه كده وهيجي لكم واحد من طرف. يجي لكم منين؟ ده احنا محاصرينكم 18 شهر، مفيش نمله تعرف تدخل ولا ده. شويه له واحد عنده، ده جابوه ازاي ده؟ بعد ورموه بسهم. فقال له لا، الممرات الميه اللي بتخش المدينه في حته لو دخلتوها صعبه جدا وعايزه فرسان اقوياء وراجل اشداء والا الميه هتجرفه، انا ادلكم عليها. المهم دخل سيدنا مجزاء بن ثور ومجموعه معاه، راح قال له ايه؟ هي دي، هو ده المكان اللي تدخلوا فيه. وبعد كده المسلمين دخلت. طبعا هي الفكره في ايه؟ ان هو حتى اللي دلهم ده عايز برضه جهد عظيم جدا، ان مجموعه صغيره جدا هتدخل، المجموعه دي تقتل كل الحرس اللي على الابواب ويفتحوا باب، يعني اللي هو ايه برضه انت باعت ناس يعني. المجموعه اللي دخلت دي قدرت تعمل كده وفتحوا الحصن. وبعد كده حصر الهرمزان اللي هو قائد الفرس ده القائد، فقال لهم انا معايا 100 سهم هتمسكوني وهتقتلوني بس هقتل منكم 100 واحد قبل ما تمسكوني. اعرض عليكم حاجه احسن من كده ان انتم فقالوا له ايه؟ قال لهم سلموني للخليفه بس حي، ما حدش مد ايده عليا. فقالوا له ماشي، يعني انت هتعمل في جاي اقتلك تعال. بس كان قتل 2 3 من الصحابه ومن مقاتلي الصحابه. الشاهد ان الهرمزان لما رجعوا لسيدنا عمر بن الخطاب، رجع معاه سيدنا المغيرة بن شعبة كان يتقن الفارسيه، وكان معنا سيدنا الاحنف وهو من التابعين يضرب بيه المثل في الحلم. لما دخلوا المدينه الهرمزان ده لابس مدهب وبتاع، شكله ايه حاجه كده يعني خواجاتي. فالعيال الصغيره وهي بتلعب شايفينهم رايحين جايين، هم بيدوروا على عمر بن الخطاب مش لاقينه. فعيل من العيال قال له انت بتدور على الخليفه لسيدنا المغيرة؟ قال له قال له جاله وفد من الكوفه، قعد معاهم خلص كلام، قلع القلسوه بتاعته ونام في المسجد مستني الصلاه الفريضه اللي بعدها، روح له هناك. فدخلوا سيدنا المغيرة عارف ان سيدنا عمر بن الخطاب كان بينام قليل جدا، فدخل ليه نايم، فقال لك انا ما ازعجوش. قال له اقعد، وقعد هم الثلاثه مستنينه يصحى الصلاه اول ما تتاذن. فسيدنا الهرمز كان من اصحاب الاطلاع على الكتب القديمه، فعارف وصف الانبياء فبص له كده، هو مش عارف مين ده. وبعد كده كلم المغيرة يعرف فارسي، قال له مين ده؟ واحد نايم هدومه مقطعه وبتاع ونايم على حصى. قال له مين ده؟ قال له ده عمر بن الخطاب الخليفه. قال له اذا هو نبي، يعني ما بيعملش ده هو فتح ده اسقط ملك فارس اللي قاعد ده، المسجد حصى مش مفروش وبتاع. فقال له اذا هو نبي. قال لا، اذ لا نبي بعد محمد صلى الله عليه وسلم ولكنه يفعل فعل الانبياء. هو عامل نبي، يعني ايه عامل نبي؟ يعني خليفه النبي، يعني يفعل فعل النبي لكن بلا وحي، يعني هو مش نبي بس يعمل زيه.